تفسير كل الأهلاوية للتحفيل اللي بيحصل من الزملكاوية حاليا ملوش غير حاجة واحدة بس، وهي إن الأهلي فعلا أصاب جيل كامل منهم بالكبت والحقد والاضطهاد والمؤامرة الكونية زي ما بيقولوا. جيل بدأ حياته الكروية من وهو عنده 15 سنة، لقى الأهلي بيكسب كل حاجة وأي حاجة، دوري وأفريقيا وسوبر وتالت عالم، وهم في كل الوقت ده حصالة. جيل طلع لقى الفريق بتاعه اللي بيشجعه في سنة من السنين مهدد بالهبوط ووصل للمركز ال13، وجمهور المنافس بيطالب بعدم هبوطه للتسلية، وحظهم حسام حسن أنقذهم. جيل طلع لقى فريقه بيتغلب من الأهلي ممكن في الموسم الواحد 5 مرات، 2 في أفريقيا و2 في الدوري، واحدة في السوبر، وساعات بتزيد لما كانوا بيلعبونا في الكاس. جيل طلع لقى نفسه ياخد أفريقيا مرة واحدة في عمره ومش عارف. جيل نفسه يحتفل بيها على الفيسبوك ومش عارف، لأن آخر مرة الزمالك فاز بيها من 20 سنة، ما كانش فيه فيسبوك اساسا ولا كان ماركت ولد اساسا. جيل طلع لقى جمهور المنافس ليه بيصحى من الفجر يتفرج على فريقه الساعة 7 الصبح ومقفل القهاوي كلها عشان بيلعب في كاس العالم للأندية في اليابان، اللي وصل لها 5 مرات، وهم رايحين يجيبوا لبن وفينو عشان الفطار ورايحين على المدرسة. جيل شجع كل فرق القارة الأفريقية وكمان الأسيوية والدول الإسكندفية عشان يفرح في الأهلي وما كانش بيعرف. جيل كان بيمني نفسه بالفرحة في الأهلي في 2006 لحد آخر لحظة في الماتش وحضر الاحتفالية، وجه تريكا جاب له جلطة وشلل مؤقت، وقبله كان سيد عبد الحفيظ في الترجي. جيل 2014 حضر نفس الفرحة لحد آخر لحظة وجه متعب وكرر له الجلطة. جيل بعد 14 سنة وصل نهائي أفريقيا ولعبوا فريق من جنوب أفريقيا، يعني مش مازيمبي أو الأهلي أو أي فريق من شمال أفريقيا، لا ده صن داونز، راح مشايلهم 3 وبكل بجاحة قالك هنكسب 4 في العودة، وفي الآخر خسروا اللقب بعد 14 سنة. جيل فرح لما لعب في الكونفدرالية وقال لك هي فرق أسهل وفرقها تعبانة أقدر أكسبها، على الأقل ما فيهاش الأهلي. لقى نفسه بيخرج من الدور ال 32 على إيد مركز شباب اسمه ولاية داتشا بقيادة طيب الذكر عبد الصمد. واخد لي بالك أنت؟ جيل بعد ما وصل النهائي الأفريقي قال لك يا ترى لو لعبنا الريال في كأس العالم مين هيلبس الأبيض؟ الخلاصة هم طلعوا للحياة لقوا خالد الغندور بيضحك عليهم وبيقول لهم بطولات الأهلي حرام علشان يشيل من على نفسه المسؤولية لأنه كان كابتن الزمالك المنحوس. جيل كان بيحلم يشموا نفسهم حد ما قفشة قطع لسانهم ودفنهم. ولو انت كزملكاوي فاهم كنت لاحظت اختيارات حسن شحاتة للمنتخب كلها أهلي مع انه من الزمالك وزملكاوي أصيل، وكمان شفت اعترافات أسطورة الزمالك ميدو اما قال في فرق كبير بين الأهلي والزمالك، واعترف ان الأهلي فوق وباقي الأندية كومبارس سواء إعلام وإدارة وبزنس ونفوذ وجماهيره. جيل اهبل اتولد فاهم كلمتين حافظهم وبيكررهم، اضرب يا بدري وزهير المترجي الخ الخ الخ، انما تعرف تحفل عليا بلعبتك اللي بتسيبك وتهرب وتتحايل عليهم عشان يجددوا لك؟ مستحيل، لان ناديك عاجز يخليك تفتخر بيه. الاهلي فوق الجميع يا ابني، اصحى وفوق، احنا الاهلي، انتوا هلافيت واحنا الاهلي سيد القارة وعمها.